بمناسبة افتتاح قناة تكوين الملحدة برئاسة إبراهيم عيسى اللي باع آخرته بمتاع الدنيا، أنا جاي أكلمك النهاردة عن الأسئلة اللي بيدخلوا لك عن طريقها لتكون ملحدا. جاهز؟ يلا بينا. هو ربنا فين؟ طيب إيه اللي كان قبله؟ طيب مين خلق الله؟ كل دي أسئلة بيشتتوك بيها عن إيمانك وعقيدتك، بس أنا عايز أفكرك بحاجة مهمة جدا. قبل ما تسأل عن الذات الإلهية، اعرف الأول حدود عقلك وتذكر قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. عندما يعجز العقل البشري عن معرفة ما هي اللانهاية، وما هو الشيء الذي قبل البداية، وما هو الشيء الذي بعد النهاية، ويتوه عقلك عن معرفة الجواب، اعلم إنك دخلت ضمن حدود الله الذي لا شيء قبله ولا شيء بعده. صديقي العزيز، الجهة المرئية من الكون لنا كبشر قطرها 90 مليار سنة ضوئية. متخيل؟ يعني عشان تجيبها من أولها لآخرها، الجزئية دي بس محتاج 90 مليار سنة ضوئية. الجزء بس اللي احنا شايفينه بالتلسكوبات والتكنولوجيا الحديثة. الجهة التانية احنا ما نعرفش عنها أي حاجة. فكيف تريد أن تتخيل حجم ومكان وزمان ربنا؟ فهناك ثلاث معاني يعجز عقلك البشري المحدود عن الوصول إليها أو معرفتها، اللي هي ثلاث معاني بيتصف بها الخالق العظيم عمن سواه. يعني بالبلدي كده مفيش حد بيتوصف بها غيره: الأزلي وهو الذي لا بداية له، الأبدي وهو الذي لا نهاية له، السرمدي وهو الذي لا نهاية ولا بداية له. تلك هي حدود الله الذي وضعها خالقنا العظيم داخل عقولنا، والتي لا يستطيع العقل البشري تجاوزها لمحدوديته. الله الأزلي الأبدي السرمدي غير محدود بمكان ولا زمان، فلا يمكنك أن تضع الله بإطار زماني ولا مكاني، لأنه خارج هذه المنظومة التي صنعها، فلا يمكن أن يخضع لتلك المنظومة ولا لقوانينها. فعندما تسأل أين مكان الله، فقد وضعته بإطار مكاني، وهذا خطأ. فهو خارج حدود المكان لأنه هو الذي خلق المكان، حاشا لله. وعندما تسأل متى كان الله، فقد وضعته بإطار زماني، وهذا خطأ أيضا. فهو خارج حدود الزمن، فهو أيضا خالقه، هو اللي خلق الزمن وخلق المكان. فلا تتخيل الله كشيء مادي وتطبق عليه أحكام عقلية مادية أو قوانين تحكم وجودك أنت، ولا توصف وجوده هو سبحانه وتعالى. ولهذا ضل وتاه عقل المتفلسف والملحد عندما لم يعرف حدود عقله، فبدأ يبحث عن ذات الله ويؤطره أو يربطه بمكان وزمان، ويسأل أين كان الله ومتى كان، وهل هو قبل أم هو بعد. أسئلة فلسفية سوفسطائية لا جدوى منها، ملهاش أي عازة، ولن يصل فيها فيلسوف عبر التاريخ لإجابة شافية صحيحة، أو توصل لنتيجة منطقية من سؤال فلسفي جدلي لا نفع منه. ولما تسألني ليه بقى الكلام ده كله، هجاوبك بكل بساطة: لأن عقلك محدود ويبحث عن خالق بلا حدود. الله يا صديقي ليس شيئا مادي لكي تستشعره وتخضعه لتجاربك اليومية، حاشا لله. الله هو روح العالم وهو روح هذا الكون. وعندما يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ببساطة، احنا لحد دلوقتي وكل التكنولوجيا الحديثة اللي معانا كبشر يعني مش عارفين غير 5% فقط من الكون. انت متخيل؟ كل الحاجات اللي معانا دي من خلالها ما عرفناش غير 5% بس، وال 95% الباقيين بيطلق عليهم العلماء الطاقة المظلمة. انت متخيل؟ احنا ما نعرفش حاجة اصلا عن المكان اللي احنا عايشين فيه، بكل الاقمار الصناعية وكل التكنولوجيا الحديثة وطيارات وصواريخ وبوارق في البحار وغواصات في المحيطات، ومش عارفين نوصل لحجم المكان اللي ربنا خلقه. عايز انت بقى تعرف حجم ربنا نفسه ازاي؟ ده انتوا اغبياء قوي يا ملحدين، والمفروض نعتب عليكم والله. عليك فقط يا رفيقي أن تتفكر في ملكوت الله في سمائه وأرضه وعظيم صنعه البديع لهذا الكون المعجز المذهل، ولا تتفكر بذاتك فتضل وتخسر عقلك وتخسر ذاتك. سنلتقي إن كان بالعمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.